اخطر 7 اخطاء في التشطيبات لو وقعت فيهم يبقى ودعوا لمبي. في ناس بتخش تشطب شقتها بعد كده بتطلع بتعيط، مش من الفرحة لا، من النصب اللي هي وقعت فيه. لو لسه هتبدأ تشطب شقتك او بتخطط لده، الفيديو دوت ليك وهيفيدك وهيريحك من وجع قلب كتير قوي انت في غنى عنه. انا المهندس توفيق شاهين واهلا بيك في تي سكوير. تعال معانا النمرة 1، اكتر غلطة منتشرة الإضاءة. الناس بتحط نجفة في النص وسبوت يمين وسبوت شمال وكده قضيت وكده ايه زي الفل علينا، وبتلاقي في الاخر المنظر مش احسن حاجة والاضاءة ممكن تضايق عينيك. فين الاضاءة الموجهة؟ فين الجو؟ فين الستايل؟ الشقة المفروض تضحك لك اول ما انت تخشها، مش تكئبك وتكتم على نفسك. خلي دايما في الاضاءة لايرز عامة موجهة ديكورية. يعني مثلا على سبيل المثال السبوت مثلا يكون بيسبوت على بورتريه مثلا او اللوحه اللي انت حاططها، والاضاءه العامه بتكون عن طريق النجفه. وخلي في اضاءه مخفيه مثلا في الجبسون بورد، في بيت النور، في ورا تجليده، تحت الرخامه. اعمل لك جو كده وروشانه حلوه، يعني اعمل لك جو جميل. مش انت عامله ده ايه؟ نمرة 2، طالع انت بقى من ماركة مشهورة من توكيلات السيراميك وفرحان واستقريتوا على السيراميكا والبلاطة الجميلة وعايز اجري جري اركبها عشان اظهر شكل الشقة. طب انت اختبرت المواسير؟ اختبرت تأسيس السباكة بتاعك؟ ولا ترجع بعد كده بقى ايه نكسر ونفحر واخسر بقى يا باشا الخامات والبلاطة الجميلة اللي انت جايبها؟ لا يا باشا، اختبر السباكة بتاعتك كويس قوي قبل ما تبتدي في بند السيراميك. اختبر المواسير بتاعتك كويس قوي، انا بقول لك اهو، عشان هترجع تكسر ومش اقل مثلا ايه من 60-70 الف جنيه دلوقتي في الحوار ده يعني في الشقق المحندقة، متكلمش في السكيل الكبير. نمرة 3 معانا الاعتماد على الصنايعي فقط وبدون اي اشراف هندسي، وانت فاكر ان انت كده بتوفر. طب يا سيدي، فين ميول الأرضية؟ فين تناسق الألوان؟ فين حسبة الخامات بتاعتك؟ اوعى تسلم شقتك من غير إشراف هندسي لمهندس يكون أنت واثق فيه، أو حتى على الأقل مشرف يكون خبرة محترمة هتكون عليه مسؤولية الاستلام من الصنايعية والتسليم ليك أنت كمالك. غير كده يا أبو المفهومية هتدفع الضعف وأنت مش واخد بالك. لو وصلت لحد هنا يبقى انت راجل محترم ومهتم بالموضوع. ما تبخلش عليا باللايك ولا بالسبسكرايب حتى يجيلك كل جديد في عالم العمارة والديكور. ولو عندك صاحب بيشطب دلوقتي ابعت له الفيديو ده بسرعة، ضروري ضروري، واكتب لي في الكومنتات ايه اغرب حاجة شفتها في التشطيبات وضحكتك او زعلتك. بس انا عامة مستني اضحك ضحك. غلطة رقم 4 يا جماعة، التناسق بتاع الالوان. في ناس تجيب لك حته بيج فاتح على بيج غامق على تريكواز على فحلوقي بغرض الترند. التناغم يا جماعه، فين الذوق؟ الالوان يا جماعه مش كتالوجات وبتاع، انت لازم تشوف الفاتوره اللي هي عينه بتتعمل على الحيطه بتاعتك على اضاءتك علشان تحس باللون كويس وتشوفه هيبقى مناسب للمكان بتاعك ولا لا، وتشوف اللون الصبح وتشوف اللون بالليل وتجربه في وسط الاضاءه، بحيث في الاخر ما تحسش ان انت يعني قلبتها الوان بهارات، 7 بهارات. وعلى فكرة الالوان من الحاجات المهمة قوي لانها بتتعكس على نفسيتك انت كمستخدم او كساكن للشقة. العمارة فن مش عن يا اخوانا، مش يلا تشي الرولة والهوبة والتوتة وخلاص. ايه يا جماعة مش كده، لا ده علم وعلم نفسي. يعني انا لو استضفت لكم في يوم من الايام صديق ليا طبيب نفسي هيشرح لكم باستفاضة عن اهمية الالوان وانعكاسها على البني ادم. الغلطة رقم 5 في وش العدو بقى يا معلمي، نسيت اماكن التخزين. نسيت ترتب اماكن تخزين في شقتك. تقعد تحلم لك بالاوبن كيتشن والجزيره اللي في النص والحاجات اللي على بنترست الجميله دي، وتنسى بقى ان هم جايبين بقى في قايمتهم 37 بطانيه و52 لحاف و98 طقم شوك وسكاكين. اماكن التخزين فين للكلام ده كله؟ استغل الحيطه، اعمل دولاب، استغل السرير واعمله بميكانيزم علشان تخزن فيه
ويكون سهل بدل ما تقعد تشيل المرتبه لا، الميكانيزم بقى يسهل المواضيع دي. واي مساحه فاضيه عايزه شويه ابداع. العقل يا متعلمين. غلطه رقم 6 معانا هي الخلط العشوائي للخامات. بمعنى ايه؟ والله هندسه انا بحب الخشب وبحب الرخام، بحب الحديد، الله ستيل، الله جرانيت. يعني هو يا جماعه الستايل الانتقائي انا بحبه، بس ما ينفعش نقوم جايين خالطين التش التربنت الكوكتيل ده كله. ما ينفعش في حيطه واحده، ما ينفعش في زونه واحده. في اصلا خامات ما ينفعش تتحط جنب بعض، وفي معالجات لازم تتعمل لبعض الخامات علشان تعيش معاك العمر. يعني مثلا على سبيل المثال لو حطيت الخشب جنب الرخام من غير فرق مستوى، استعد ان انت هتقعد تعيط مع اول كوبايه شاي هتتكب. ما ادراك ما الانتفاخ العظيم. غلطه رقم 7 تجاهل العزل يا اخوانا. تجاهل العزل هيعمل لك مشاكل مع الجيران، وهيعمل لك مشاكل مع المدام. ايه بقى اللي هيعمل لك مشاكل مع الجيران؟ العزل بتاع الميه. لو ما عملتش عزل للحمامات والمطابخ والاي ويت كورز عندك في المكان، استعد لمعركه ضاريه ما بينك وبين الجيران، انك بتنقط عليهم. وده يعني حتى مش من حسن الجيره ومن حسن الاخلاق بتاعتنا. فاتاكد تماما ان انت لا ضرر ولا ضرار، لا تاذي نفسك ولا تاذي جارك. اعزل الحمام كويس، اعزل المطبخ كويس من الميه، واختبره كويس. اقل وقت الاختبار العزل المائي 48 ساعه. لو ما لقيتش الميه نقصت تختبره بميه، ما تقولش انا عزلت وتمام، بتختبره بميه. لو ما لقيتش الميه نقصت انت تمام و10 على 10، وجارك هيشيلك على دماغه طول العمر. طب ايه اللي يعمل لك مشكله مع المدام؟ لو انت مثلا ساكن في دور اخير وما عزلتش عزل حراري، لان هتعيش في الشوايه حرفيا طول الصيف. هتحس ان انت فرخه شمرت مقلوبه في وسط الفرن. فاتاكد برضو ان انت يعني ما تضيعش الطبخه على بربع جنيه ملح. اعزل الحوايط، اعزل السقف بتاعك ضد الحراره كويس جدا. واتمنى لك صيف جميل، على الاقل هتوفر في فاتوره التكييف. يا جماعه استغل ان انت بتستمع لمهندس منوفي وشوف هيوفر لك ازاي. دول يا جماعه كانوا ال7 غلطات، ولو عرفت تتجنب ال7 غلطات دي شقتك مش بس هتطلع حلوه، ده هتطلع قمر، وهتطلع بتعبر عنك وهتحكي عنك احلى كلام. انا المهندس توفيق شاهين ودي تي سكوير. استنوني في حلقات تانية هنغوص في العماره والتشطيبات والديكورات اكتر من كده. فسلام مؤقت، بس هنرجع قريب بحاجات جامده جدا.